طيب يا استاذ عزيز، بما انه احنا في تجربتك كمايسترو، برضو ودنا نتكلم عن تعاونك مع العملاق العظيم رحمه الله عليه ابو بكر سالم. ايش اللي اختلف فيها، وكيف كانت فلسفه ابو اصيل رحمه الله في فنه يعني، وانت اللي عاشرته لسنوات؟ بص، هي عندي واقعه من استاذ ابو بكر. يعني كانت في مهرجان صلاله نعم. 2008. نعم. طبعا انا بحاول اقرا للمتابعين حبايبي، اشكركم جدا، ربنا يخليكم، انا ما استحقش كل نعم. الحب ده. ابو بكر سالم عملت معاه بروفتين. فين؟ في صلاله. مم. صلاله بلد جميله طبعا. طبعا. فكنت انا ماسك المهرجان. هو في البروفا ما كانش بيغني، يعني يقعد يسمع. فانا مهتم بقى بالتوزيع وبالبارتات و... وما قاليش اي حاجه، ولا قال لي احسنت يا اساتذه ويروح ماشي يا ابو العز. هو كان بيقول يا ابو العز، الله يرحمه، كان جميل قوي. الله يحفظه. جينا على المسرح، شاورت، دخل الاستاذ ابو بكر بيعيد من اي حته بقى هو تحبه، اي حته يحبها يعيد منها. بيعمل امبروفايزنج غير اللي موجود قدامنا. نعم. بي... بيطول في حتت مش مكتوبه قدامنا. ف فرحت له في بعد الاغنيه دي ما خلصت، قلت له يا استاذ ابو بكر الاعداد وبتاع. قال لي بابا خليك مع ابو بكر. قلت له حاضر يا فندم. رحت قلت الله يرحمه ويغفر له. نعم. رحت قلت الفرقه حط ورق السكوندو قدامكم اللي هو ورق الغنى، ما حدش إيه. يقول توزيع. ما فيش توزيع، وخليكم وراه. احنا هنقول الموسيقى واللزم وبس. إيه. واللي ديت كانت سنه 2008. اللي هيشوف نعم. ديت هيشوف لما بروح له وبرجع اقول للفرقه ايه. فطبعا إيه. انا يعني انا قلت ده استاذ الجاز في العالم العربي. ده صحيح. الجاز بتاع العالم العربي، ده الامبروفايزنج. هو اللي يطلع يقول بقى يخش في اي حته. فنخسر ليه دي؟ طز في التوزيع. نعم. الله يرحمه ويغفر له. انت قلت له كم حفله يا استاذ عزيز؟ عدد حفلات تقريبا؟ يعني مش كتير قوي الحقيقه، 3 4 حفلات يعني. 3 4 حفلات مش كتير يعني. طبعا انا كنت اتمنى ان انا اعمل مع حاجات اكتر من كده، لان انا كنت بحبه جدا. انا على فكره مع فرقه الاستاذ حماده النادي احنا عملنا معاه كل تسجيلات. نعم. يعني معظم تسجيلات الاستاذ ابو بكر كانت مع الاستاذ حماده النادي. وكان اللي بيكتب في الوقت دوت الاستاذ نبيل كمال، الله يرحمه، استاذنا كلنا في الكتابه.